يا مساء الحياة. هو احنا ليه بقينا بنستكبر نقول كلمة أنا آسف وأنا غلطان وحقك عليا لما نبقى غلطانين في حق حد بينا وبينه حب ومودة وعشرة؟ ليه بقينا نستكبر نقول يعني أنا آسف، وبقينا نلم الموضوع كده في هزارايا، في نكتة، اللي هو بص العصفورة فيبص فيضحك فكده خلاص الموضوع انتهى. لا، الموضوع ما بيبقاش انتهى. ومرة على مرة النكتة اللي انت بتقولها له دي وبيضحك عليها، مرة على مرة النكتة هتبقى بايخة، مش هيضحك، لان ببساطة الزعل هيبقى لسه موجود، لان انتوا يعني ما اديتهوش فرصة ان هو حتى لما تيجي تقوله انا اسف انا غلطان فتتكلموا فتتعاتبوا فيطلع فتطلعوا انتوا الاتنين الزعل والشحنة اللي جواكوا. انت ما تدهوش فرصة لكده، انت لميت الموضوع في هزارايا ونكتة وخلاص، يعني فكرت ان الموضوع عدى. هو ممكن يعدي اول مرة تاني مرة، بس صدقوني يعني بعد كده زي ما بقول لكم النكتة بتبقى بايخة ومحدش بيضحك عليها، والزعل بيتراكم وبيفضل زي كده النار تحت الرماد، يعني مع شوية هوا هتلاقوا النار شعللت والمحبة راحت. و... وانا مش مع المطرب سلطان الطرب جورج وسوف لما بيقول ما فيش عتاب بين الاحباب. ده اصلا العتاب اتخلق عشان يبقى بين الاحباب، يعني انا بحبك فانت زعلتني فهنتعاتب، فهنعرف كل واحد غلط في حق التاني ازاي، فهنحاول بعد كده ما نعملش نفس الغلط مع بعض. لكن انا حد ما فيش بيني وبينه وصل ولا حب ولا عشرة ولا مودة، زعلني او مش هتفرق بقى نتعاتب ولا مش هتعاتب، لا. لكن هو اصلا العتاب اتعمل بين الاحباب، فلما اجي انا اغلط في حق حد واجي اعتذرله واقول له انا اسف، طب انت زعلان مني في ايه؟ فيقول لي انا زعلان منك في، ونبدا نتكلم. الحوار والعتاب ده نفسه بيطول عمر العلاقه دي، يعني كده زي يعني بيديها كده يعني طول في العمر، لاني انا بعد كده يعني هاخد بقى بالي من اللي بيزعلك وانت هتاخد بالك من اللي بيزعلني. لكن فكرة ان هو ابقى مزعلاك وعارف ان انا مزعلك و... والم الموضوع بقى كده زي ما بقول بهزارة ولا بنكتة ولا بأي حاجة، في اي كلام في اي كلام، المهم اني اجر معاك كلام، لا، مش مرة هتنفع والتانية مش هتنفع. فصدقوني كلمة انا اسف وانا غلطان وحقك عليا، الحوار والمناقشة والعتاب، كل ده بيزيدكم في عين بعض، ما بيقللش من حد، بالعكس. انا لو غلطان في حق حد ورحت قلت له حقك عليا، انا لما رجعت نفسي ولقيت نفسي انا غلطان حقك عليا وتأسفت له، انت هتزيد في نظره مش هتقل. فيا ريت نرجع تاني كلنا، والله كلنا محتاجين، يعني في تفاصيل كده صغيرة غابت عننا محتاجين نرجع تاني يعني نعملها. نقول لما نغلط في حق حد انا اسف، لما يبقى في اللي بيني وبين يعني اللي قدامي يعني عشرة ومحبة وانا مش عايزها تروح، فنتعاتب كده بشكل ودي. فمحتاجين نرجع فعلا للحاجات دي تاني.